السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان قرب بقى، كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعيدوا عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب، والأمة الإسلامية جميعا. النهاردة هنعمل قرنبيط بقى سكر، قرنبيط عسل كده. والقرنبيط بقى لا هنقليه ولا هنعمله صينية، هنعمله كده. هقول لكم هنعمل ايه. انا جبت قرنبيطين دول الجمال الحلوين دول. هنمسكهم نقطعهم كده ونعين منهم الراس بتاعتهم دي، وهنقطعهم كده زي ما انتوا شايفين اهو. آه القرنبيط كتير بقى في السوق الوقتي اهو، زي ما انتوا شايفين كده هقطعهم كلهم. القرنبيط كتير في السوق وجميل جدا. همسك القرنبيط بقى اغسله كويس، واحط عليه ميه وخل، واسيبه كده 5 دقايق. بيبقى ابيض وجميل، وكمان ما بيبقاش فيه اي تراب ولا اي حاجه. نغسله كويس. نجيب بقى ميه سخنه، احط معلقه السكر واحط معلقه ملح اهو، ملح خشن كده، وهقلبهم مع بعضيهم والميه تغلي بقى عندي، وانزل بالقرنبيط اسلقه. تمام اهو. هنسلق القرنبيط بالطريقه الحلوه دي دقيقتين اتنين. دقيقتين اتنين، تعدي على الساعه كده، تبصي في الساعه تحطيه في الميه المغليه دقيقتين اتنين. تمام يا حبايبي؟ تمام زي ما انت شايفه كده. مش هنغطيه ولا حاجه. لو هتعمليه في ساعتها غطيه ويستوي معاكي السوا الكامل، انما ده انا مش هغطيه. انا هحطه دقيقتين اتنين في الميه تكون مغليه وهطلعه. وزي ما انتوا شايفين كده شكله ابيض وجميل. على فكره الخل بيدي بياض ناصع للقرنبيط. الخل بيبقى جميل جدا لما تنقعي القرنبيط فيه بالميه، بيبقى جميل جدا. زي ما انت شايفه البياض بتاع القرنبيط عامل ازاي. طبعا بقى انا سلقته اهو. هسيبه بقى لما يبرد خالص، مش هغسله ولا هحط عليه ميه ساقعه ولا اي حاجه. هسيبه كده لما يبرد. تمام تمام يا ام محمد. هنعمل ايه بقى في القرنبيط؟ هنجيب بقى علبه حلوه كده، او كيس تلاجة، او المتوفر عندك، وتفرزيه لرمضان. تفطري منه، تسحري منه، بيبقى جميل جدا. وبيبقى تعمليه بقى صينيه، تعمليه تقليه زي ما تحبي. المهم ان انت تفرزيه اهو بالطريقه الحلوه دي. تعبيه في العلبه زي ما قلت لك، او في كيس تلاجة، او في شنطه، او في اي حاجه تحطيه في الفريزر. هيقعد معاكي سنه بحالها، لو حتى بعد رمضان. لو ما احتجتوش في رمضان، هيبقى بعد رمضان في الايام بقى اللي ما فيهاش قرنبيط، هتلاقيه تطلعيه كده، تحطيه في ميه سخنه، وهيبقى معاكي زي الفل. تمام كده؟ تمام يا حبايبي. كده انا خلصت القرنبيط اهوت، وهحطه في العلبه واحطه في الفريزر. وده بقى شكل القرنبيط لما طلعته وقليته. تحفة تحفة يا جماعة، تحفة بجد والله. القرنبيط تحفة. وما تقلقش منه في أي حاجة.